مرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو هيفي اف ام. أنا سيران أحمد، سأقدم لكم حلقة جديدة من دنيا تك. في هذه الحلقة أعزائي المستمعين، هواوي تطور بطاريات هاتف تشحن بنسبة 50% في 5 دقائق. قالت شركة هواوي إنها طورت نموذجا أوليا لبطارية هاتف ذكي يمكن شحنها بنسبة 50% خلال 5 دقائق فقط، في خطوة جديدة قد تمهد الطريق للحصول على أجهزة ذكية تدوم بطاريتها طويلا. وأوضحت الشركة الصينية في ندوة عن البطاريات عقدت في اليابان إن البطارية الجديدة لا تختلف عن بطاريات الليثيوم آيون المستخدمة في بطاريات الهواتف المحمولة اليوم، إلا أنها تستغل ذرات الجرافيت المرتبطة بالقطب الموجب. وأضافت هواوي أن هذا التغيير يعني شحنا أسرع، ولكن ليس على حساب حياة عمر البطارية أو التضحية في كمية الطاقة التي يمكن تخزينها في كل بطارية. وعرضت الشركة بطاريتين، الأولى بسعة 3000 ملي أمبير في الساعة، وهي نفس السعة التي قد تتوفر في الهواتف الذكية الحديثة حاليا. بلغت 48% من الشحن بعد 5 دقائق فقط، في حين تمكنت في شحن بطارية أخرى بسعة 600 ملي أمبير في الساعة بدقيقتين فقط. وفي فيديو عرضته هواوي التي لم تتطرق إلى موعد توفر هذه التقنية في منتجات تجارية، أخذت بطارية من أحد هواتفها الذكي وجرى إعادة شحنها في وحدة لإعادة الشحن. ويعد هذا الإعلان من هواوي الأحدث في سلسلة مشابهة سعت فيها الشركات لتحسين المدة اللازمة لشحن بطاريات الأجهزة الذكية وعمرها، إذ ما تزال تقنيات البطاريات متخلفة، مع أنها تعد عاملا مهما يحد من قدرات الهواتف الذكية ومنتجات كبرى مثل السيارات الكهربائية. وكان علماء في جامعة ستانفورد قد قدموا في أبريل الماضي بطارية سريعة الشحن تستخدم خلايا ألمنيوم آيون، وقالوا إنه يمكن شحنها كاملة بدقيقة واحدة فقط. ولكن النماذج الأولية التي قدموها ليست قوية بما يكفي لتستخدم في هواتف ذكية. خرائط جوجل تدعم الملاحة بدون إنترنت. أعلنت جوجل عن توفير خدمة الملاحة في تطبيق خرائطها لأجهزة أندرويد دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، مستهدفة بذلك دول العالم التي لا يتوفر فيها إلى الآن اتصال موثوق بالإنترنت. وقالت الشركة على مدونتها الرسمية إن 60% من العالم اليوم ما يزال دون شبكة إنترنت، وإنه حتى لو كان الوصول إلى الإنترنت متاحا فقد يكون متقطعا، مما يعني أن الوصول السهل إلى المعلومات ما يزال غير ممكن لغالبية السكان على حد تعبيرها. وأوضحت أنه أصبح بإمكان مستخدمي خرائطها جوجل مابس على نظام أندرويد تنزيل خريطة لمساحة ما من العالم على الهاتف الذكي ليتاح لهم في المرة التالية للملاحة دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، سواء كان ذلك طريقا سريعا أو تحت الأرض في مواقف السيارات. ومع أن خرائط جوجل كانت توفر في السابق الخرائط دون الاتصال بالإنترنت، فإنه بعد التحديث الجديد أصبح ممكنا الملاحة والحصول على اتجاهات القيادة والبحث عن أماكن محددة، فضلا عن إمكانية العثور على معلومات مفيدة عن الأماكن مثل ساعات العمل ومعلومات الاتصال. وأوضحت الشركة وفقا للبوابة العربية للأخبار أنه يمكن تنزيل خريطة لمساحة ما عن طريق البحث عن مدينة أو منطقة أو دولة. كما أوضحت أن الاختيار الافتراضي سيتيح تنزيل الخرائط فقط عند الاتصال بشبكات واي فاي للحفاظ على بيانات الهاتف. وسيبدأ طرح الميزة الجديدة تدريجيا لمستخدمي خرائط جوجل على نظام أندرويد، في حين وعدت الشركة بجلب هذه الميزة إلى نظام iOS قريبا، كما وعدت بجلب المزيد من المزايا التي لا تتطلب اتصالا بالإنترنت.